الاكتئاب اكيد سمعت عنه قبل كده، بس هو مش حزن عادي ومش حاجه تعدي لوحدها. النهارده هنتكلم عن الاكتئاب بشكل بسيط وهنفهم اسبابه واعراضه، ازاي ممكن نتعامل معاه. لو حاسس ان انت عايز تفهم اكتر او حاسس انك بتعاني من الاكتئاب يبقى خلي بالك معايا في الفيديو ده. انا البوصله وجاي اوجهك طريقك، ويلا بينا. اولا كده، ايه هو الاكتئاب؟ طيب قبل ما ندخل في التفصيل خلينا نتفق على حاجه صغيره. الاكتئاب مش مجرد يوم وحش او شعور مؤقت بالحزن، لا دي حاله بتستمر لفتره طويله بتاثر على حياتك كلها. يعني الشخص المكتئب ممكن يحس ان هو تعبان طول الوقت، مش قادر يركز او حتى يعمل المهام اليوميه البسيطه اللي المفروض يعملها، وفاقد الرغبه حتى في الحاجات اللي كان بيحبها. طب ازاي نعرف الفرق بين الحزن العادي والاكتئاب؟ ببساطة صديقي، الحزن العادي بيجي بسبب حاجة معينة وبيختفي، أما الاكتئاب بيجي لفترة طويلة وبيأثر على كل جوانب الحياة. طيب إيه سبب الاكتئاب؟ هنا بيكون الموضوع فيه شوية تعقيد، بس خلينا نبسطه. أول حاجة، العوامل البيولوجية. في مواد كيميائية في دماغنا بتكون مسؤولة عن مشاعرنا زي السيروتونين والدوبامين، ولو في خلل في المواد ديت ممكن يسبب اكتئاب. تالت حاجة، العوامل النفسية. الضغوطات اليومية والصدمات اللي بنمر بيها كل يوم او حتى ذكريات الطفوله ممكن يكون ليها اثر كبير عليك. رابع حاجه، البيئه، زي الضغوطات في الشغل او الدراسه او مشاكل اجتماعيه. كل دي اسباب ممكن تؤدي للاكتئاب. طيب ايه الاعراض اللي ممكن نلاحظها ونعرف ان احنا كده داخلين على فتره اكتئاب؟ اول حاجه، الحزن المستمر. تحس دايما ان انت حزين ومش قادر تبقى سعيد لفتره طويله. تاني حاجه، فقدان الاهتمام. الحاجات اللي كنت بتحب تعملها بقت ممله ومش ممتعه. تالت حاجه، تغير في الشهيه والنوم. ممكن تاكل كتير او ما تاكلش خالص. وكمان النوم، يا اما تنام كتير لا اما ما تنامش خالص. وكمان النوم ممكن تنام كتير وممكن ما تنامش خالص. رابع حاجه، التعب. تحس انك دايما تعبان حتى لو مش بتعمل مجهود كبير، بس في تعب مستمر. خامس حاجه، افكار سلبيه. ممكن توصل افكار لافكار في الحالات الشديده، ودي علامات لازم ناخد بالنا منها جدا. طيب ازاي نتعامل مع الاكتئاب؟ اول حاجه لازم نبقى عارفين ان الاكتئاب دوت عمره ما كان ضعف، ده مرض زي اي مرض في الدنيا، وعلى فكره علاجه موجود والحلول بتكون كالتالي. تاني حاجه، الرياضه. انا عارف ان ده ممكن يكون صعب بالنسبه للناس، بس مجرد جري 30 دقيقه في اليوم عمره ما يعمل لك حاجه، بس هيفرقوا مع مشاعرك كتير جدا. والدعم الاجتماعي، الكلمه الحلوه او مساعده الصديق ممكن يكونوا عامل كبير جدا في تحسين نفسيتك. ممكن ان انت تتكلم مع طبيب نفسي او متخصص في العلاجات النفسيه، وفي الحالات الصعبه ممكن ناخد علاج، بس ده في الحالات الصعبه جدا. النصائح العمليه اللي اقدر اقولها لك عشان تتعامل مع الاكتئاب اليومي: اول حاجه، اكتب افكارك. الكتابه بتساعدك على ترتيب افكارك وتفريغ المشاعر اللي جواك. اهتم بنفسك، الاكل الصحي، النوم الكافي ممكن يكون عوامل كبيره عشان تساعدك. ثالث حاجه، ما تخافش تطلب مساعده، ما تتكسفش تطلب دعم من حد بتحبه، دي مش علامه ضعف، بالعكس. في النهايه الاكتئاب مرض زي اي مرض تاني، محتاج نتعامل معاه بشكل صحيح. لو حسيت ان انت مش قادر تخرج من الحاله ديت لوحدك، اتكلم مع حد قريب منك او متخصص. ولو الفيديو فادك ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتشارك الفيديو مع حد بتحبه، عشان كلنا بنحتاج نتعلم وندعم بعض.